هنعمل النهارده بقلاوة بطريقة ناجحة جدًا إن شاء الله، لمّا تشوفي الطريقة هتقومي تنفذيها حالًا. أول حاجة هاجيب عندي كوباية من المكسرات وعليهم كمان 3 معالق من جوز الهند، يعني سوداني، لوز، أي مكسرات عندِك، وكمان نُص كوباية من السمنة البلدي، أنا زوّدتها كمان نُص كوباية من الزبدة، لإن أنا باحب جدًا الزبدة أكتر بكتير في الحلويات اللي زي كده. جبت صينية مستطيلة وبعد كده حطيت فيها دهنة بقى من المادة الدهنية اللي عندي أيًا كانت، أنتم حابين سمنة أو زبدة، وبعد كده حطيت ورقة الجلاش، كل ورقة بادهن بينها زبدة كده أو سمنة، وأحط عليها كمان معلقة من المكسرات اللي عليها جوز هند، عايزة تزودي جوز الهند زودي، عايزة تشيلي خالص براحتك. هنحط كده طبقات على بعضها لحد ما نبقي 7 طبقات فوق أو 7 ورقات، دول هنحط بينهم زبدة بس أو سمنة يعني، ومش هنحط فيهم أي مكسرات. هاكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة 180، وأدخلها على الرف الأوسط بعد ما أدهن وشها كده، هاسقيها شربات تقيل بارد.